طبعا الجو حر واحنا مش طايقين نفسنا، عايزين اي حاجه ساقعه ناكلها. فانا عملت لكم بقى موس المانجا. وبمناسبه بقى ان انا لقيت المانجا كتير في السوق، فقلت اعمل معاكم الصنف الحلو ده مفيش غنى عنه، يعني انا على طول ما بطلوش في الصيف. هنجيب الخلاط او تجيب الميكسر، هتجيبي باكوين من جيلي المانجا في السوبر ماركت عادي. نحط عليها بقى كوبايه ميه سخنه وكوبايه ميه بتلجها، او ميه ساقعه جدا، يبقى كوبايه ميه سخنه كوبايه ميه ساقعه. ونفس الكوبايه برضو قطع من المانجا، يعني اجيب المانجا كده واقطعها قطع واحطها عليها. نخلط كل ده بالميكسر او نخلطه برضو في الخلاط لحد ما يدوب معانا نهائي، ويبقى قوامه كده سائل مفيهوش اي كلاكيع. عندنا بقى الكوبايات بتاعتنا نحط فيها الموس اللي احنا عملناه ونحطه بقى في التلاجة يجمد معانا، يقعد حوالي من ساعتين لثلاث ساعات. في الفترة دي بقى انا بجهز الكريمة بتاعتي. عندي حوالي 4 معالق كبار من الكريم شانتيه البودر الخام، وبحط عليهم اللبن الساقع. وده صوص المانجا انا جايباه برضو من عند بتاع مستلزمات الحلواني. لو انتي ما عندكيش برضو اعصري كده مانجا وحطي عليها عصير مانجا وسكريها زي ما انتي عايزة. يعني حطي كده اللبن سكريه قبل ما تحطيه، سكريه كويس جدا. واللبن لازم اللبن يكون ساقع، وحط عليه كوباية مانجا، ده بديل صوص المانجا. وبخفق فيها كده زي ما انتوا شايفين لحد ما قوامها هيتقل معايا. خلاص الموس معايا خرج وزي ما انتوا شايفينه تقل. ابتديت بقى انزل عليها بالكريمه وازوقها زي ما انتوا شايفين. انا عايزاكم بس تقولوا لي طعم الكريمه هيبقى عامل ازاي. طعمها كانك بتاكلي ايس كريم، طعمها خطير، طعمها تحفه. طبعا في الوقت ده انا حابه ازوقها زياده. عندي بقى بواقي المانجا برضو قطعتها قطع وابتديت احطها كده في النص. شكلها خطير، شكلها حلو جدا. عايزه تزوقيها برضو من فوق، تحط عليها مكسرات، تحط عليها صوص مانجا تاني، دي حاجه اختياري وبراحتك. صدقوني الصنف ده حلو قوي وهيعجب ولادك. ولو عندك ضيوف مثلا على اخر النهار جايلك، لو عملت لهم الصنف ده هيعجبهم جدا. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم طعمه عامل ازاي، خفيف وطعمه خطير، مفيش حد مننا ما بيحبش المانجا. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. كان معاكم سوسن سليمان. باي باي.